عبرت الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم عن احتجاجها القوي على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها اليوم أنها احتجت بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بقيادة السيد سيزار أرتورو راموس بالازويلوس في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك. وأكدت الجامعة أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا، مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي برسم نصف نهائي كأس العالم. ومن جانبه توقف الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور عند الأخطاء التحكيمية لمباراة المغرب فرنسا. وأوضح الغندور أن الحكم المكسيكي تغاضى عن الإعلان عن ضربتي جزاء لصالح المنتخب الوطني، معتبرا أن أخطاءه كانت مؤثرة. كل التحية لكم وللسادة المشاهدين. مباراة نصف النهائي الثاني التي جمعت فرنسا مع المغرب وأدارها الحكم المكسيكي سيزار راموس، المباراة الرابعة لهذا الحكم. هناك حالتان في منتهى الأهمية لهما تأثير كبير جدا في نتيجة المباراة، حالتي حدثتا في الشوط الأول. تعالوا مع بعض نشوف الحالة الأولى ونشوف القرار اللي اتخذوا الحكم في هذه الحالة. نشوف مع بعض الحكم بيحتسب ركلة حرة ضد الفريق المغربي وينذر اللاعب المغربي. ما هو الخطأ الذي ارتكبه اللاعب المغربي؟ قدمه على الأرض، قدمه على الأرض. نكمل، قدمه على الأرض. من الذي ذهب إليه؟ المدافع. المدافع هو الذي ذهب إليه، المدافع هو الذي ارتكب المخالفة. إذن هذه مخالفة على مدافع داخل منطقة جزاءه، لم تحتسب ركلة جزاء بهذا الوضوح، لم تحتسب ركلة جزاء، ولكن احتسبت مخالفة على المهاجم. ارتكب المخالفة بساقه، بالجزء الأعلى من الساق. من الذي ارتكب المخالفة بوضوح؟ ركلة جزاء لم تحتسب للمغرب. طيب، حالة تانية في نفس الشوط وفي نهاية الشوط الأول، وهنشوف مع بعض أيضا مخالفة. شوف مع بعض ركلة ثابتة وهناك سقوط للاعبين، انتهت باحتساب مخالفة في وسط الملعب واحتجاج كبير من لاعبي الفريق المغربي. نشوف مع بعض المسك من أكتر من مكان، لكن هنركز على شفنا في مباريات كثيرة في البطولة ركلات جزاء للمسك داخل منطقة الجزاء لم تم احتسابها. هنا لم يتدخل حكم الفار، لم تحتسب ركلة جزاء. لما يكون عندنا ركلتي جزاء في مباراة واحدة في نصف النهائي لم تحتسب في الشوط الأول والنتيجة الفريق كان متأخرا بهدف، أعتقد أنها حالات وأنها أخطاء أثرت على نتيجة المباراة. هارد لك للمغرب ونتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة. كان هذا تحليل الحكم المصري الدولي السابق جمال الغندور بخصوص الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي برسم نصف نهائي مونديال قطر. وجهتنا الآن مباشرة إلى مدينة الدار البيضاء، ينضم إلينا من هناك الحكم الدولي السابق المغربي مشعب الحرش من أجل الحديث أكثر عن هذه الحالات التحكيمية والظلم التحكيمي إن صح التعبير الذي تعرض له المنتخب الوطني في هذه المباراة. مشعب الحرش، مساء الخير. في البداية نود أن نعرف بحسب قوانين احتساب ركلة الجزاء كيف أو لماذا لم يحتسب الحكم المكسيكي ركلة الجزاء لا الأولى ولا الثانية، وكيف أخطأ في تقديره في هذه الحالتين؟ مساء النور سي خالد، مساء النور الأخت نبيلة. بداية أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الحكام ومكونات التحكيم المغربي، أود أن أتقدم بالتهنئة لكافة العناصر ديال المنتخب الوطني وعبره إلى كافة الشعب المغربي، وأيضا إلى صاحب الجلالة على هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب، وهو إنجاز غير مسبوق
يجعلنا نشعر بالفخر ونشعر أيضا بالتميز. نتمنى مسيرة موفقة للمنتخب في قادم المنافسات. إذا كان الاتحاد الدولي أخي خالد أنه رصد إمكانيات كبيرة وضخمة جدا من أجل النهوض بقطاع التحكيم، لا فيما يتعلق بالموارد البشرية ولا الموارد التقنية، عبر تخصيص تقنية الفار وتكليف 7 حكام داخل غرفة الفار وأكثر من 4 حكام داخل الملعب من أجل تحقيق مبدأ العدالة وتحقيق الإنصاف وتحقيق أيضا مبدأ تكافؤ الفرص. فإن هذه المبادئ أعتقد أنها غابت عن مباراة نصف النهائي التي دارت بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب فرنسا. لماذا؟ لأن الحكم أو أقول طاقم التحكيم حرم المنتخب المغربي من ركلتي جزاء مشروعتين، والأكيد أنك عندما تحرم منتخبا من ركلتي جزاء في نصف نهائي كأس العالم فهذا قرار مؤثر ويؤثر على السير العادي للمباراة ويؤثر على نتيجتها. نعم. وبالتالي أعتقد أن هذه المباراة تعتبر نقطة سوداء في تحكيم المونديالي لتحكيم قطر. كل شيء كان متميز إلا هذه المباراة ديال النصف النهائي التي فجرت هاتين الحالتين التي تحدثت عنها الصحافة الدولية وجميع المختصين بشكل كبير. سوف أقتصر على الحالتين المتعلقتين بركلة جزاء. الحالة الأولى التي تعرض لها سفيان بوفال، وعندما تقدم من أجل لعب الكرة التي كانت في مجال التنافس بينه وبين المدافع الفرنسي في منطقة الفحص لكي يشاهدها من جديد، وإذ ذاك يتخذ القرار المناسب بشأنها. والأكيد لو أنه أعطيت له فرصة أخرى لمشاهدة هذه الحالة لأعلن عن ركلة جزاء لفائدة سفيان بوفال وألغى البطاقة الصفراء التي وجهها إليه. إذن هذه فيما يتعلق بالحالة الأولى. نعم. بالنسبة للحالة الثانية وهي المتعلقة بالمسك والتي وقعت في نهاية الشوط الأول، باختصار لو سمحت. فأقول أن المسك عرفه المشرع هو استعمال اللاعب لليدين أو للذراع من أجل الحد من تقدم المنافس ديالو. والمسك يعتبر من الأخطاء أيضا المنصوص عليها في المادة 12 من قوانين اللعب. إذا وقع خارج مساحة الجزاء فهو يعاقب بركلة حرة مباشرة، وإذا وقع داخل مساحة